الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أخذنا في الجمعة الماضية قصة سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأسد، واليوم نأخذ قصة أخرى، قصة الراعي مع الذئب. راعي مع الذئب، وكيف تكلم الذئب مع ذلك الراعي، وهي من الكرامات، أو هي مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عند عبد بن حميد في المنتخب من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: بينما راعي يرعى غنما له إذ جاء ذئب فأخذ منه شاه، فحال الراعي بينه وبين الشاه. أنت ترعى في غنمك ويأتي ذئب ويصول على إحدى الشياه، فحال الراعي بينه وبين الشاه، فأقع الذئب على ذنبه، أي جلس على ذنبه، جلس هكذا يكلم ذلك الراعي. قال: فأقع الذئب على ذنبه، ثم قال: يا راعي اتق الله، تحول بيني وبين رزق رزقني الله.